بسم الله الرحمن الرحيم. نحن المتظاهرين من أبناء الجالية الليبية وغيرهم من المؤيدين لصوت الحق والإنسانية بالساحة البريطانية ننقل لكم اليوم معاناة شعبنا والوضع الكارثي الذي تمر به ليبيا منذ عام 2011 إلى يومنا هذا. لقد بات واضحا لكل الليبيين والمجتمع الدولي بعد مضي 4 سنوات على هذه النكبة بأن الميليشيات المسلحة الإجرامية وتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا ماضي في تطبيق المخطط التدبيري الإجرامي الممنهج ضد ليبيا وتمزيق شعبها، حيث تحاول هذه الميليشيات الفبرارية الإجرامية المسلحة المدعومة من الخارج كسر إرادة أبناء الشعب الليبي بالتدخل الخارجي وتركيعهم وإدلالهم ليتسنى لهم المضي في مخططاتهم وتحويل ليبيا إلى دولة عصابات وإرهاب. وقد سلكت هذه الميليشيات الإجرامية نهجا مناطقيا وقبليا قدر استهدفت من ورائه ضرب النسيج الاجتماعي والمناطقي لمحاصرة المدن والأحياء في ليبيا الحبيبة. وقد مليت السجون والمعتقلات السرية بالآلاف من الشباب والرجال المخطوفين، وأجبار العديد منهم على الاعترافات الكاذبة تحت وطأة التعذيب الشديد والاغتصاب والابتزاز والتهديد والقتل. وبالمقابل أعلن تنظيم داعش الإرهابي سيطرته على بعض المدن الليبية وإقامة الإمارات الإسلامية بها، وكانت مدينة درنا أولا المدينة المسيطر عليها، ثم سرت ومدينة صبراتا وجزء من بنغازي، مما تسبب في تهجير أهلها. وقد باشر التنظيم داعش الإرهابي في خطف المواطنين وقطع رؤوس الرجال والشباب في الساحات العامة أمام الأطفال والنساء ومصادرة الممتلكات باسم الدولة الإسلامية بمدينة سرت، وتحولت حياة الليبيين إلى جحيم. فقد أغلقت المستشفيات وقفلت المدارس وبعض الجامعات، وأصبح المواطن الليبي أمام خيارين: أما القتل بالرصاص من قبل الميليشيات الإجرامية المسلحة الفبرارية، أو قطع الرؤوس من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ناهيك عن التهديد المباشر الذي يشكله هذا التنظيم الإرهابي لدول الجوار وأوروبا والعالم بشكل عام. لذلك نناشد الضمير الإنساني العالمي